السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وكويسين. النهارده فيديو جديد، والنهارده نعمل أكلة شتوية وان شاء الله كده تعجبكم. طريقتها سهلة ومش اي مشكلة فيها خالص. في ناس تحب العدس وفي ناس متحبهوش على حسب الأذواق. وانا هعمله النهارده عدس بشعرية وهعمله عدس شوربة، يعني اللي بيحب بالشعرية ياكل، اللي بيحب شوربة ايه يغمس فيها. هنجيب بقى معدن نحط عليها ايه. انا بعمله طريقة، في ناس ممكن بتعمله ازاي وانا بنعمله كده، على حسب كل واحد ايه وبلده بيعملوها ازاي. في ناس تعملها بالبصل، في ناس تعملها بالثوم، في ناس تعملها طشة ثوم، في ناس تعملها طشة بصل. كل واحد حسب ذوقه وحسب البلد اللي هو ايه متعود ياكلها ازاي. الاكلة العدس دي ماشي، هي مش افتكاسات يعني ولا حوار ولا اي حاجة، هي ايه سهلة جدا وبسيطة يعني. انا هحط طماطم، قطعت القشرة بتاعتها و اللهم صل على سيدنا محمد. وبعد كده هنجيب هنقطع عليها بصل، واحنا معانا بصل ومعانا جزر عشان نحطهم في المقادير بتاعتنا، بصل وجزر للعدس بتاعنا ماشي. هنجيب بصلاية قطعناها شرايح مكعبات بقى، تحطيها سليمة تحطيها زي ما تحطيها، اهم حاجة تكون فيها البصل. في ناس بدل ما تحط بصل بتحط توم وتخلي البصل دوت بتعمل بالطشة، يعني كل واحد حسب ذوقه وحسب ما هو متعود هو ياكلها ازاي ماشي. هنجيب بقى طماطم كده وهاتي نحط لها ملح، نحط لها شطه وكمون، حطينا لها ميه. طبعا احنا العدس غسلينه، العدس غسلناه قبل ايه ما نعمله في اي حاجه ولا نحط له اي مقادير. وطبعا نقينا منه اي شوايب، اي حاجه تبقى فيها ايه حصوات او فيها اي حاجه. حطينا شطه وكمون وملح، وحطينا طماطم، وحطينا بصل. بس انا نسيت احط الجزر، هحطه في الاخر، بس انا بحط معاه جزر عشان يديه تسكيره حلوه كده، وطعم ايه يبقى حلو كده ايه ومسكر يبقى جميل ماشي. انا كده بقى ايه حطيت عليها النار وسبتها تتخمر، يعني يقولك يعني ايه اكملي العدس عشان خاطر يستوي كده، دخلت في السوا. تسيبيها بقى ايه تاخد تدي كده على نار هاديه، بالراحه وطي النار عليه اول ما يفور معاكي، وطي النار عليه عشان ما يتحرقش من تحت، عشان هو بيشرب الميه بسرعه وبيتقل ماشي. طبعا الطماطم هنشيل قشرتها، مش هنخليه فيها قشر عشان حطيتها بقشرها زي ما هي تستوي. اول ما تستوي وتسترق كده اهو زي ما انا شايفينها كده اهو، هطلعها واشيل منها القشر خالص واحطها تاني كده ايه. خليت العدس يستوي بس شويه في الجزر، بعد كده هطلعه واحطه في الخلاط ونضربه ضربه ايه حلوه، ونحمر بس شويه شعريه عشان خاطر هنعمله ايه عدس بشعريه. في ناس تعمله عدس بلسان العصفور، يعني كل واحد حسب ذوقه، دي اذواق. في ناس تشربها شوربه كده، انا بشربها يعني ذات عن نفسي اشربها شوربه، لكن عيالي بيحبوا العدس بالشعريه. نحمرها بس تحميره حلوه كده، وعينك على العدس عشان خاطر ما يتحرقش منك، وعينك على الشعريه عشان بدك ما تتحمصش منك وتعمل لك مراره في الاكل ماشي. قلبي لحد ما تاخد كلها لون واحد، وتنزلي في الاطراف كده، تنزلي في الجناب لحد ما تتحمر معاكي تحميره حلوه. مش صعب خالص، كله يتسلق في بعضه، وفي الاخر تحمري بقى شويه الشعريه، يا اما تحمري الطشه وتحطيها بقى على كده على طول من غير شعريه خالص لو انت تعمليها شوربه. شايفين كده سهله يعني، ولا بتاخد معاكي وقت ولا اي حاجه. كده ايه نقلب واحده واحده فيها. ننزل بس الجناب كده عشان خاطر ايه ما تتحرقش من فوق وتتلسع مننا وتمرر معاكي الشوربه بتاعتك. ادي كده ننزل بقى بشوربه العدس، احنا ضربناها في الخلاط، ضربنا كل المكونات دي كلها في الخلاط بعد ما استوت واسترقت، وتأكدي ان الجزر والبصل يعني استوى معاكي وطري طري خالص، عشان ما يعملش معاكي كتل في الشوربه وما يبانش معاكي ان هو مكتل كده ايه. هنخليها بقى الشعريه تستوي، مش تاخد وقت معاكي دقيقتين عشان دي مكرونه صغيره، تستوي بس تاخد ايه بس ايه يعني سوا، وتطفي عليها على طول عشان هي بتتقل. لو تقلت معاكي على النار
زودي لها شويه ميه شويه شوربه اللي انت عندك اعمليه. حضر بقى الطشه بتاعتنا. انا بعملها بايه؟ بتوم. في بلد تانية او ناس تانية بيعملوها بطشه بصل ويحطوا التوم ده مكان البصل في السلق. هنحمر التومه تحميره حلوه، شطه وكمون عليها طبعا، شطه وكمون طبعا. ريحه التوم طبعا ايه جميله مع العدس، مع الجو اللي احنا فيه ده محتاج عدس الصراحه. تقريبا حلوه كده ايه على النار. بسم الله ما شاء الله، ريحتها جميله وريحه العدس بقى ايه بتفرح كده في البيت، تحس ان خلاص الشتا خلاص ايه وصل. بسم الله ما شاء الله. نحط معلقتين بقى على الشوربه وننزل بقى ايه، نطشها بقى ايه بالعدس بالتومه، تعمل بقى ايه الطشه الجميله اللي احنا شايفينها دي. نزل بقى المعلقه بقى كل اللي في الطاسه. دي تقريبا حلوه لحد خلاص كده استوت معانا واخدت السوا بتاع الشعريه. وانا كمان عملت حبه شوربه هوريها لكم اهي. انا بنشربها شوربه ونحب نغمسه بالعيش. حطيت لها معلقتين توم بيضك من الطشه بتاعتنا. وادي كده الشعريه، وادي كده خلصنا وحطينا المخلل الجميل وحطينا البصل وعملنا المخلل ده انا عاملاه في البيت، والفلفل واللفت انا عاملاهم في البيت. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا رب. الحاجه جميله واكله العدس دي جميله جدا وتدفي في الجو الشتا دوت لعيالك. واشوفكم بقى فيديو جديد على خير ان شاء الله. يلا اشوفكم على خير. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متنسوش بقى تدوسوا لايك وتعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان خاطر يوصلك اي فيديو جديد بنزله. باي باي.